ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كان عيد ميلاد جوزي وحبيت احتفل بيه بطريقه مختلفه. حبيت اعمل له حاجه بيحبها، وكمان هو ملوش في التورته قوي الحاجات دي. فحبيت ان انا اعمل له حاجه تكون مختلفه. هنعمل مع بعض النهارده الحمام بطريقه سهله جدا جدا، والخلطه جباره، احلى من احلى مطعم ممكن تجيبيها منه من بره. وكمان هنعمل صينيه الجلاش القمر اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجه هنعملها مع بعض هنعمل الخلطه بتاعه الحمام. حطيت هنا معلقتين كبار كده من السمنه البلدي وعليهم شويه من الزيت. واهم حاجه تزودوا الدهان كده شويه عشان يبقى الرز معاكي مفلفل وحلو. حطيت بصلتين وسط كده او بصلايه تكون كبيره حجمها حلو، لان البصل بيسكر الحمام وبيخلي طعمه حلو قوي. بشرتها في الكبه وبعد كده نزلت بيها وقعدت اشوحها لحد ما دبلت شويه. وبعد كده جبت الكبد والقوانص بتاعه الحمام ونزلت عليهم وفضلت اشوح فيهم لحد ما اخدوا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، وتحمصوا بالشكل ده كده. اول ما بيوصلوا للمرحله دي بقوم جايبه الرز اللي انا نقعاه، كنت غسلاه ونقعته شويه، وبعد كده صفيته ونزلت عليه على طول. على الكبد والقوانص نزلت على بالرز كده وفضلت اشوح فيهم. بشوح فيهم بقى شويه حلوين كده عشان يبقى الرز معايا مفلفل. نحط بقى التوابل بتاعتنا. حطيت ملح وفلفل اسود وشويه من السبع بهارات، وكمان سنه صغيره كده من لون الزعفران عشان تخلي الرز بتاعنا لونه اصفر كده وجميل، ويبقى لونه مختلف جوه الحمام، ما يبقاش لونه ابيض ومش حلو. هبدأ بقى ان انا اشوح فيهم واقلبهم كويس جدا لحد ما كل الرز بتاعي يتغلف بالسمنة، وكمان يبقى مفلفل معايا زي ما هتشوفيه دلوقتي. خطوة التشويح دي مهمة جدا عشان الرز ما يعجنش معاكي جوه الحمام. بعد بقى ما بشوحه كله بالشكل ده بضيف عليه شوية من المية، شوية مش كتير. يعني شايفين يعني اللي مش باينة من الرز، يا دوب بس باينة حاجة بسيطة خالص المية بالشكل ده كده. باحط بقى عليها النار، بعد ما باحط المَيّة باوطّي النار وباسيب الرز لحد ما يتشرب كل المَيّة تمامًا ويبقى معايا مفلفل بالشكل ده. بابدأ إن أنا أطلّعه في طبق واسيبه لحد ما يبرد عشان أحشي بيه الحمام. يلا بقى مع بعض نجهّز الحمام. الحمام هنا زي ما أنتم شايفين أنا غاسلاه ومنضفاه ومفرّغاه بالشكل ده كده بين اللحم والجلد، وسِبت واحدة بس عشان أعملها معاكم. زي ما انتم شايفين كده بامسك الجلد وبابدأ بصباعي كده أدخّل صباعي بالراحة أو بمعلقة صغيرة بضهر المعلقة كده، بنبدأ إن إحنا ندخّلها أو ندخّل صباعنا بالشكل ده كده ونفرّغ، هتلاقيها بتتفرّغ معاكِ بكل سهولة. خطوة سهلة جدًا ومش مستاهلة إن أنتِ تخافي منها، زي ما أنتِ شايفة كده بكل بساطة. وبعد كده باجي من عند الرقبة من فوق وباعملها بنفس الطريقة. عندي هنا بقى حمامية كده زي ما أنتم شايفين متبهدلة شوية، الرقبة بتاعتها مقطوعة وكمان من تحت كده مقسومة شوية. جبت إبرة وخيط لونهم أبيض وبدأت إن أنا أخيط الرقبة بتاعتنا عشان لما نيجي نحشيها الرز ما يطلعش منها بالشكل ده بقى. نخيطها بقى زي ما كأننا بنخيط هدوم عادي، هنخيطها وهنعملها وهنسويها عادي، وبعد التسوية هتشيل الخيط هيتشال معاكي بكل سهولة. خلاص كده بعد ما خيطتها بالشكل ده بقوم قاطعة بقى الخيط اللي احنا اللي هو الباقي ده بقطعه وبسيبها بالشكل ده كده، وببدأ ان انا احشيها عادي جدا زيها زي اي حمامة تانية. اما بالنسبه للجزء اللي تحت اللي هو المقطوع ده فمش هعمل فيه حاجه، هسيبه زي ما هو. هنا بقى الرز بتاعي كان برد بالشكل ده. هبدا بقى اول حاجه بحشي الحمامه من جوه كده، شايفين ما شاء الله الرز مفلفل ازاي، مفيش حبايه ماسكه في التانية، وبيفضل كده حتى بعد ما يستوي. وببدا ان انا برضو ادخله من تحت الجلد كده. اهم حاجه ما نملاش الحمام قوي، يعني نخليه مليان لانه بيكبر حجم الحمامه، بس ما تكونش مليانه قوي عشان ما تفرقعش منك في الشوربه وانت بتسلقيه. وبابدأ إن أنا أدخّل الرز كده وباسحّبه بإيدي لفوق عشان أملى الرقبة من فوق كمان. الطريقة دي أسهل كتير ما تحشيه من فوق من الرقبة، شايفين بالشكل ده. بعد كده بقى بامسك الجناح ب ب بر باقلّبه على ورا كده عشان تبقى الحمّامية بتاعتي شكلها حلو. بعد كده باكتّفها من تحت بالشكل ده، شايفين ما شاء الله هي مليانة وفي نفس الوقت مهوية مش مكتومة أوي. باملى بقى كل الحمام اللي معايا باحشيه برضه بنفس الطريقة، وفي الوقت ده باكون حاطة الشوربة بتاعتي على النار، اللي هي بقى الشوربة العادية خالص. باحط شوية من المَيّة، باحط فيها بصلاية، لورا، حبهان، فلفل أسود حبّ. وبعد كده باسيبها لحد ما تغلي، وأول ما بتغلي بانزّل فيها الحمام زي ما هتشوفيني دلوقتي باحطه على طول. كده أنا عملت كمان معاكم حمامة أهو تانية عشان تشوفوا طريقة الحشو تلاقوها سهلة جدًا، جدًا. لمّا بقى بنيجي ننزّله في المَيّة بعد ما المَيّة بتاعتنا بتغلي بالشكل ده، بننزّله على الضهر زي ما أنتم شايفين كده، يكون الضهر اللي تحت والبطن لفوق. خلاص وهو بياخد في التسوية بياخد تقريبًا تِلت ساعة
لو الحمام بتاعك حلو ومضبوط، يعني مش وزنه مش أقصد مش سنه كبير، لإن اللي بيبقى سنه كبير بيغيب جدًا في التسوية، لو هو مضبوط معاكِ هتلاقيه بياخد تِلت ساعة. هنا في نُص التسوية كده حطيت له بقى شوية من الملح وخلاص كده كان استوى معايا، طلّعته وهنحمّره مع بعض كمان شوية. عندي بقى هنا لفة نُص لفة كده من الجلاش كانت متبقية عندي من رمضان، قُلت هاعمل بيها صينية من الجلاش بالجبن. خدت كده ورقتين وحطيتهم، وبعد كده دهنتهم بسمنة على زيت، وباخد كل ورقتين مع بعض بالشكل ده وادهنهم دهنة بسيطة. هي صينية صغيرة لأن هي الكمية صغيرة، يعني كمية الجلاش نفسها صغيرة. عندي بقى هنا ميكس جبن شيدر على موتزاريلا على رومي، أي حاجة عندك بقى موجودة في التلاجة حطيها، ممكن تحشيها بسطرمة، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، ممكن تحشيها فراخ، أي حاجة المتوفر عندك. أنا بصراحة كان متوفر عندي جبن فعملتها بالجبن، وقُلت هتبقى حاجة خفيفة جنب الحمام وهتمشي معاه برضه. قطّعت كمان طماطم وفلفل، ولو كان عندي زيتون كنت حطيت بس ما كانش عندي برضه. وبعدين نزلت بقى بالطبقة التانية من الجلاش، وباعملها زي ما عملت تحت بالضبط. بين كل طبقتين باحط رشة كده من السمنة والزيت، وباسيب آخر ورقة باقفّل بيها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، باقفّل على الجلاش كويس عشان الحشوة ما تخرجش معايا وتيجي تطلّعيها فتلاقيها لازقة في الصينية وتسيح منِّك. يعني دايمًا اعملوا الخطوة دي في الجلاش في أي حشوة أيًا كانت، قفّلوا سيبوا آخر ورقة وبعد كده قفّلوها لتحت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده بقى هاقطّعها، وبعد كده بعد ما باقطّعها للأسف الخطوة اللي جاية دي ما اتصورتش، هاقطّعها وبعد ما باقطّعها باحط عليها نُص كوباية أو كوباية على حسب طبعًا الصينية اللي أنتِ بتعملي بيها. يعني أنا الصينية الصغيرة دي حطيت عليها نُص كوباية من اللبن، حطيت عليها بيضاية صغيرة كده وشوية من الملح والفلفل الأسود، وبعد كده سقيتها ودخلتها الفرن على طول. أول ما بتاخد لون دهبي من تحت ومن فوق باطلعها على طول، بتبقى كده تمام واستوت معايا. هنا بقى بعد ما باقطّعها كده باحط لها اللبن وبادخّلها الفرن. هنا بقى معايا شوية من الزيت كده سِبتهم لحد ما سخنوا، وهنا الحمام بتاعي بعد ما خرّجته دهنته بشوية من اللبن، وبدأت إن أنا أحمّره لحد ما وصل للشكل الجميل القمر اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده. طريقة سهلة جدًا وبسيطة وحلوة أوي، أوي. جرّبوها إن شاء الله بالطريقة دي، أنا واثقة إن هي تعجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. باي، باي.